فيلمنا بيبدأ مع سيون اللي قررت تنتقل عشان تعيش في بيت أهلها اللي في الريف. أول ما وصلت قابلت سونج هو صديق العيلة وصاحب مزرعة فراولة قريبة منهم. ساعتها توصل البيت وهناك بدأت تدور على موبايلها اللي مش لاقياه، وافتكرت إنها نسيته في القطر، فقررت تستخدم التليفون الأرضي الموجود في أوضة المخزن. وهناك كانت أول صدمة لما اتصلت بموبايلها ورد عليها واحد غريب وقال لها إنه مش هيرجع لها الموبايل بمقابل مادي، وقفل المكالمة. بعدها بثواني بيرن تليفون البيت تاني، لكن المرة دي لما بترد البنت بتقول: ماما، ماما بتحاول تقتلني، الحقيني. سيون اتوترت وقالت إن الرقم غلطان، أكيد الرقم غلط. سيون اتوترت وقالت لها الرقم غلط وقفلت، وراحت تطمن على والدتها في المستشفى واللي كانت بتعاني من ورم في المخ. والأم قالت لها لو مت ادفنيني جنب أبوكي، لكن سيون رفضت وقالت إنها السبب في موته أصلا. بعدها رجعت سيون البيت، وهناك لقت مذكرات قديمة في المخزن بتاريخ أغسطس 1999 وصورة البنت اسمها يونغ سو. لما سألت سانج هو عنها قال إنها كانت عايشة في البيت من زمان، وإن أمها كانت ساحرة شمانية. التليفون بيرن من جديد ونفس البنت بتصرخ: ماما، ماما هتحرقني، البدروم بيولع والسلم بيتحرق. وبتبدأ القصة تاخد منعطف مرعب. سيون بتكتشف إن يونغ سوك من سنة 1999 وإنهم بيتكلموا عبر الزمن، وبتحاول تساعدها، بتديها معلومات تنقذ بيها والدتها من الحريق اللي حصل في الماضي. وفعلا بيتغير حاضر سيون، وتاني يوم والدها بيرجع يعيش والبيت بيتجدد والحروق اللي في جسمها بتختفي، لكن العلاقة بينهم بتتغير. يون سوك بتبدأ تحس بالغيرة وبتتحول من ضحية لمجرمة. بتقتل سونج هو في الماضي، بتخزن جثته في التلاجة وبتغير مسار التاريخ. البوليس في 2019 بيقول لسيون إن القاتلة يونغ سوك كانت مسؤولة عن جرائم مروعة من 20 سنة، وإنها دلوقتي عايشة ومختفية. وسيون بتحاول توقفها بأي طريقة، بتدور على دليل يدينها وبتخطط توقعها في الفخ. لكن يونغ سوك بتنجو من الانفجار وبترجع تنتقم. الأسوأ لسه مجاش والأسوأ لسه جاي. يونغ سوك بتقول لسيون إنها السبب في موت أبوها، لأنها كانت طفلة ولعبت في البوتاجاز وخبت الحقيقة وقالت إن أمها السبب. في مشهد رهيب الماضي بيصطدم بالحاضر. سيون وأمها في 1999 بيحاولوا يواجهوا يونغ سوك، بينما في حين إن سيون في 2019 بتحاول تنقذهم. وفي النهاية الأم بتضحي بحياتها، بتقع يونغ سوك من فوق السلم وتموت، وبكده تختفي من الحاضر. لكن للأسف في مشهد النهاية بنكتشف إن يونغ سوك في 2019 كانت اتكلمت مع نفسها في الماضي وخلتها تاخد بالها من الفخ، والنتيجة قدرت تهرب وقدرت ترجع تعذب سيون وتحبسها في الأب. الفيلم بينتهي على ملاحظة مرعبة: مش دايما إنقاذ الماضي بيصلح الحاضر، أوقات بيضيعه أكتر.